الرحيم مرة أخرى عبد الله الغامدي يحييكم ويرحب بكم في هذا اللقاء الذي يظهر فيه ممثل كرة القدم الإماراتية. إنه الوحدة الذي يأتي في هذه البطولة بالرغم من الكثير من حالة الحزن والأسى على رئيسه التاريخي ومؤسسه ورمزه والأب الروحي بالتأكيد للوحدوية في كل مكان. إنه الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان اللي ندعو له بالرحمة والمغفرة، والعزاء موصول لكل الأشقاء في دولة الإمارات الشقيقة والحبيبة بعد رحيل التي تنطلق الآن من محمد هويش. تقريبا 9 تغييرات عن المباراة السابقة، بينما على الجهة المتأهل أيضا هو الآخر رسميا في هذه المجموعة. لكن اليوم سنتعرف عن الخبرة الأكثر قيادة. إنه إسماعيل مطر اللي بيرسل كرة، لكن الجنوب الأفريقي صاحب النجاحات الكبيرة في أي محطة الأولى في كرة القدم السعودية دوري يلو مع النادي الأهلي الأفريقي. كرة بتصل طويلة إلى الأمام، نشاهد الرجاء في الهجوم، لكن الكرة مصلحة الوحدة، التقدم موجود، الكرة باتجاه سالم السومحي، عرض الكرة خاطئة لا زالت لمصلحة الوحدة، التسديدة قوية والفرصة يقدم المستوى الكبير في هذه البطولة، عرضية ولكن التصدي موجود من محمد الشامسي. محمد الشامسي العنصر الأساسي. كمارا مشاها، كرة خطيرة باتجاه عبد الحي، لكن برافو فارس جابعوا هذه المباراة، هذه الفرجة الكروية في هذا العرسي. التغطية الدفاعية بشكل ممتاز من راشد عصام، برافو راشد في اللقطة. وتؤازر تقدم كابتن الفريق بيرسل الكرة، لكنها بتعد كان قد حقق جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس الأرجنتين الذهب المونديالي. تدخل موجود، الكرة إلى رمية تماس عن الوداد. هنا الأخطاء، هنا الفرصة والتسديدة لكنها بعيدة. الأخطاء الدفاعية، الأخطاء في البناء، الفرصة لعبد الحي فورسي، تسديدة عبد الحي مرت تسديدة تاريخية حتى على مستوى الإمارات. تدخل من فارس جمعة ومرور من إكسل ماي، والتدخل الكرة بتنتهي إلى هل معها خطر قادم؟ لا، على طول دفاعات الدوري المتواجدين. هنا اكسل ماي بيحاول المرور، التقدم، التدخل، تمريرة إلى الأمام لبولكسوت، خطيرة عبد الحي، فرصة يا عبد الحي، يا عبد الحي، يا عبد الحي. هذه لا تحيي أبدا آمال الفريق بأن يتقدم مبكرا في المباراة. شوف من أيضا ريال مدريد من أول الأهداف النسور، لكن هنا فارس، لكن هنا جمعة. فارس يبعد هذا الخطر، يبعد هذه الكرة باتجاه زكريا وردي، التسديد، الله، لعيب يا زكريا، لعيب يا وردي، وهدف أول لمصلحة الرجاء. النسور الخضراء تتقدم أولا عن طريق الكابيتانو، عن طريق هذا القائد، هذا الاسم المميز. طويلة إلى الأمام باتجاه الشمسي، متردد محمد ب17 سنة، يتقدم، يمر، يحاول، لكن كرة بعيدة. المجموعة التي دائما ما تقدم أجمل الصور واللوحات، أكثر الفرق الجماهيرية في المغرب بلا شك. كرة مغربية مرة أخرى، التسديدة القوية، هل مرة يطاها أمامها محمد الشامسي. زكريا الوردي بصورة جميلة يعيد الكرة إلى حارس المرمى، تصل إلى الأمام، طويلة بحثا عن أحد اللاعبين في مباراة اليوم، أيضا واحد من المهاجمين المميزين بصراحة، اللاعب الجابوني. تغطية دفاعية ممتازة من راشد، الكرة بتنتهي إلى ركلة مرمى. واكسل ماي طبعا صاحب 28 سنة، لاعب الجابت الهدف الأول، لكن الكرة بتعود سريعا ومحمد الشامسي بيحصلها. تمريرة إلى الأمام وصلت باتجاه بولكسوت، لاعب أيضا هو الآخر مميز. هذا بولكسوت صراحة لاعب مميز اللي يظهر في الصورة. بولكسوت واللاعب اللي عنده 24 سنة بالمناسبة، ولعب أيضا في شباب المحمدية قبل أن يتوحد. الرجاء عرضية إلى الأمام طويلة بحثا عن أحد الرؤوس، لكنها كمارا تقدم، فرصة لإضافة هدف آخر، لكن راشد عصام في التدخل بصورة ممتازة، وخطأ لنهاية الوقت الأصلي. التقدم إلى الأمام سالم السومحي، لكن كرة سالم فيها العودة من زكي. واحد
لا لا لا، واحد من الأسماء الكبيرة في هذه الفترة في الوحدة إنه لوكاس بيمي. هذه كرة القدم، سمعة والأداء، سمعة والعرضية باتجاه من؟ لا، كرة بتعود من جديد. شعرت في الشوط الأول تحديدا أنها وكأن مباراة ودية لم تكن بطاقة الكويتي، لا هي مباراة مهمة على مسألة الصدارة في المجموعة، لكن اللي شفته في الشوط الأول كثرة توقفات، كثرة سقوط، كثرة تأخر، تمريرة إلى الأمام، كريستيان جوانكا مشاها لكن ليست في مقدمتهم بالتأكيد يوسف شيبو. كرة بتصل طويلة من الأمام، عرضية خطيرة وفرصة هدف ثاني، لكن كرة زكريا لبيب، كرة زكريا لبيب أيضا مستويات كبيرة جدا وتاريخية بالتأكيد مع الرجاء الأرجنتيني والذي أصبح إماراتيا بعد ذلك. كرة بتعود من جديد، التغطية الدفاعية من الطيب، التقدم إلى الأمام، سهيل منصوري، التمريرة قصيرة يا سهيل، والتدخل من حارس المرمى ومروان فخر بيلعب له كرة هنا في صافرة. أكيد لأن حارس المرمى والمدافع مصابين، وهذا تدخل على هذا وسيأخذ أيضا بعض الوقت للإطمئنان. الرجاء يقترب، الرجاء يقترب، ولكن مايه أكسل بهذه البطولة إنه جواو بيدرو. الكرة بتصل طويلة إلى الأمام، العرضية لجوانكا، الوحدة الآن بالأسماء بجواو بيدرو، محسن متولي الذي ترك فلزرهوني. الكرة في الجهة اليمنى، محاولة المرور، وأكثروا من الصلاة عليه. بحثا عن فاكوندو، ولكن كرة فاكوندو إلى عبد الله أزرور في الجهة اليمنى، عرضية خطيرة لو عدت.